السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. لو انتي اول مرة كده تشوفي قناة المتواضعة الجميلة، قناة اكلات بسيطة منوعة، ما تنسينيش طبعا باللايك والاشتراك الجميل بتاعك، وتكونوا منوراني كده ومشرفاني. ربنا يخليكوا ليا يا رب. طبعا النهاردة الجو حر جدا، فقلنا بقى نعمل حاجة كده تطر علينا في الحر، فعملنا كده مهلبية بالكراميل كده بكل سهولة، وكيكة الهوهوز. طبعا بكل سهولة كده تعملي كده احلى تحلية، حاجة سهلة كده وسريعة. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا كده نقول لكم النهارده هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين طبعا انا معايا كيلو من اللبن. الكيلو ده اربع كوبايات من اللي هي كوبايه المج ده. وطبعا معايا دلوقتي 4 معالق من النشا، 4 معالق كبار من النشا. وهيكون معايا 3/4 كوبايه من السكر. طبعا 3/4 كوبايه من السكر انا هكرمله. هبدا كده ان انا اقلب النشا كده مع اللبن. زي ما انت شايفه 3/4 كوبايه من السكر. انا مش حاباها تكون مسكره قوي، يعني هي كده بصراحة كان سكرها مظبوط جدا، عجبتنا. يعني احنا مش بنحب الحاجة يعني ايه السكر بتاعها زايد ولا حاجة، فهي كده كانت جميلة جدا. طبعا انا حطيت كده حطيت الحلة وحطيت 3/4 كوباية من السكر، وسبتها لغاية كده ما بدأ ان هو ياخد لون كده من الجنب بتاع الحلة. بدأت ان انا اقلب فيه. ما بتقلبوش خالص غير لما ياخد لون كده الاول، وبدأت ان انا اقلبه. طبعا اللون ده جميل جدا، انا مش عايزه اغمقه زياده عن كده عشان ما يدينيش مراره. لو السكر غمق معاكي زياده عن كده هيبقى ممرر معاكي كده ومش هيبقى حلو خالص. بدأت ان انا جبت كده اللبن معايا، وفيه النشا. زي ما انت شايفه طبعا انا اول ما نزلت باللبن بدأ الكراميل معايا يكتل. مش مشكله خالص، انا هبدأ معاه هقلب فيه كده. وهو طبعا اول ما هيغلي هيبدأ ان هو يفك معايا ومش هيبقى فيه اي مشكله. بس اهم حاجه ان انتي تفضلي تقلبي فيه على طول، ما تسيبيش ايدك منه عشان يبقى معاكي كريمي كده وجميل. زي ما انت شايفه انا بدات ان انا ايه، ما بسيبهوش، بقلب فيه. بس طبعا عشان معايا نشا فلازم نغليه كويس. الصراحه الطريقه دي جميله جدا. اي بقى كيك عندك بايت او اي كيك عندك ممكن ان انت تحطيه في قلب المهلبيه الجميله ديت. هتبقى معاكي احلى تحليه كده. وممكن ان انت برضو تحطي بسكوت ساده. يعني البسكوت الساده تجيبي كده شويه من اللبن وتبداي تنزلي بالبسكوت الساده وتعملي طبقات بقى مع المهلبيه ديت. زي ما قلت لك اي كيك عندك بايت او اي كيك شارياه من اللي هو السوبر ماركت، فاي حاجه عندك هتمشي معاكي وهتبقى جميله جدا. كيكه الهوز، كيكه التوينكس، اي كيك يتوفر معاكي اشتغلي بيه، مفيش اي مشكله. بسكوت ساده. طبعا زي ما انت شايفه بدات ان هي ايه بتغلي. لازم ان هي تغلي معاكي كويس. بدات ان انا ايه خلاص كده. طبعا انا ايه جبت الكاسات، وجبت برضو معايا كده كام فنجال. انت حطي برضو كاسات فناجيل براحتك خالص، الحاجه اللي متوفره عندك او انت حابه تستخدميها. انا بوريك يعني ان اي حاجه معانا مفيش مشكله خالص. هبدا ان انا ايه هاخد نصها كده هعمله بقى بالشوكليت، والنص التاني هخليه كده ساده، هنزل بيه على كيكه التوينكس. زي ما انت شايفه جبت شويه كده من اللي هو شوكليت شيبس. ممكن تزودي شويه عن كده كمان لو انت حابه اللون يغمق معاكي. عشان كده انا زي ما قلت لك انا ما كترتش السكر، عشان خاطر انا يبقى معايا هحط برضو كيكه في قلب الطبقه التانية هتبقى فيها كيكه التوينكس. والطبقه ديت هتبقى فيها شوكليت، فعشان كده انا ايه هتبقى السكر معايا مظبوط. فعلا كان سكرها مظبوط جدا وكانت جميله. طبعا انزل عليها على طول بالشوكليت كده وهي لسه سخنه. شويه كده من اللي هو شوكليت شيبس ده، او مكعبات شوكولاته من اللي هي التانية، اي نوع بقى استخدميه براحتك خالص. وجبت بقى اللي هو كيكه التوينكس. بدات ان انا ايه الهوهوز، معلش انا اسفه، قطعتها. وبدات ان انا ايه هنزل بقى كده في الكاسات معايا. الصراحه بتكون جميله جدا. طبعا احنا بنبقى قاعدين الجو حر جدا، فاحنا عايزين بقى اي حاجه كده ايه تطر علينا كده في الحر اللي احنا فيه ده. فبصراحه ما بتلاقيش اسرع ولا احلى من ديت. التحليه دي جميله جدا. احنا يعني بنحاول ان احنا نعمل اي حاجه ونبعد ان احنا نولع الفرن او نقف في المطبخ كتير ولا حاجه.
فطبعا مش هتلاقي اسرع ولا احلى من التحليه الجميله ديت. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديوهات، هو اللي بيشجعني ان انا اكمل معاكم وان انا انزل فيديوهات. الصراحه يعني انا بلاقي اللايك محدش اللي بيخش يتفرج على الفيديو ما بيحطليش لايك، فعشان كده الفيديوهات معايا بتبقى منعدمه شويه. يعني ما جزاكم الله خيرا والله على الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي، بتشجعني وبتفرحني. زي ما انت شايفه كده ابداي ظبطي بقى الكيك معاكي كده في الكاسات كده، عشان خاطر ايه يديكي طبقه كده حلوه. يعني انا معايا 4 كوبايات من اللبن الصراحه، يعني كانوا ادوني كميه حلوه. يعني عامل زي ما انتوا شايفين كده 3 من الفناجيل و3 من الكاسات، ما شاء الله كميه حلوه. يعني هيديكي برضو على عدد الاسره زي ما انت عايزه. هبدا بقى ان انا ايه اصبه كده، وبرضو هنزل باللي هو بالشوكليت برضو على طول الطبقه التانية، مش هسيبها ولا حاجه. خلاص انا قلبتها كويس. ولو انت حابه بقى ان انت عندك صوص شوكليت او عندك نوتيلا او اي حاجه حابه ان انت برضو تحطي معاها، مفيش مشكله خالص. ممكن ان انت برضو تديها معلقه، هتغمق معاك اللون شويه وتبقى جميله. زي ما انت شايفه اعمل بقى الطبقه التانية كده. اول ما اخلصها طبعا هسيبها في التلاجة بقى ايه تبرد كده. خلاص كده انا خلصنا وسبتها كده ايه في التلاجة شويه. اهم حاجه بس ان هي تكون تسقع معاكي تبقى حلوه. زي ما انت شايفه كده خلاص هي سقعت معايا. انا سبتها يعني ساعتين كده في التلاجة، براحتك على حسب وقتك يعني، بس كل ما تسيبيها يكون افضل. طبعا انا كان معايا شويه كده من الكريم شانتيه. فطبعا يعني احنا بنبقى مثلا احنا كنا محضرين مثلا اي كيك او اي حاجه وتفضل معانا. يعني لو ما عندكيش مثلا ممكن تعملي معلقتين، تضربي معلقتين بس، هما معلقتين هيكفوكي وهيبقوا مية مية. يعني انت مش محتاجة غير ان انت تعملي الروزيتات الجميلة ديت. ممكن تقدميها كده براحتك خالص، بس الصراحة كده اداها شكل وطعم جميل جدا. وبرده كان معايا كده واحدة من الهوهوز دي قطعتها وبدأت ان انا ايه احطها كده عليها. ممكن انت برضو تحطي اي حاجة براحتك خالص، يعني دي حاجة بترجع لك انت، الحاجة المتوفرة عندك ممكن تستخدميها. طبعا كده حاجات من البيت يعني ما شاء الله ما كلفتناش كتير ولا اي حاجة. وزي ما انت شايفة الجمال، شكلها جميل وطعمها اجمل بكتير. يعني جربيها وان شاء الله مش هتبطلي وهتعمليها كتير قوي، لان فعلا طلعت جميلة جدا. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.